السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا نجوم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد النهاردة واقول لكم فيه على 4 مواقف لا تنسى في تاريخ كأس العالم منذ انطلاق البطولة 1930 لعند وقتنا هذا 2022. المواقف واللقطات دي يا نجوم حفرت في ذاكرة عشاق الساحرة المستديرة، سواء بقى كانت بتسجيل اهداف او باخطاء تكتيكية مؤثرة او بردود افعال وسلوكيات غير مقبولة من اللعيبة. المهم ان هي منغشاشة كده جوه ذاكرة متابعين كرة القدم. تعالوا بقى اوريكم اللقطات دي او احكي لكم عن اللقطات دي، بس قبل ما نبدأ مع بعض كده صلي على النبي واعمل لايك على الفيديو واشتراك على القناة عشان يوصلك كل جديد مع نجم الكورة. زي طبعا ما كلنا عارفين ان بطولة كأس العالم دي بتتلعب كل 4 سنين، والحمد لله اخيرا جه الدور على منتخب عربي او دولة عربية زي قطر هي اللي تستضيف كأس العالم وتنال شرف استضافة كأس العالم. اول لقطة معانا هي لقطة مارادونا، طبعا كلنا عارفين وشفنا سواء بقى على السوشيال ميديا او الناس اللي حضرت على ارض الواقع كده شافت مارادونا وهو بيطلع فوق ويتقمص دور حارس المرمى وبيخبط الكرة بايده ويجيبها هدف. ده كان في مونديال 1986، والغريب ان الحكم حسب الكرة رغم قصر مارادونا، ودي كان طبعا الناس كلها كانت شاكه في ارض الملعب ورغم احتجاج الجمهور الانجليزي، وكان بيحكم المباراة دي الحكم التونسي علي ناصر، ولكن حسبها هدف والكرة احتسبت هدف. كسب وقتها منتخب الارجنتين بالهدف ده، وطبعا وقتها ما كانش فيه فار وما كانش فيه اعداد عشان الحكم يروح يبص على الفار ويعيدوا الكوره، والهدف احتسب وقتي. تاني لقطه معانا وهي لقطه غريبه من نوعها، لاعب واحد اخد 3 انذارات صفر في مباراه واحده. يعني هو يا اما الحكم كان شارب حاجه يا اما كان قابض، يعني حاجه من الاثنين. في مونديال 2006 جمعت المباراه دي منتخب كرواتيا ومنتخب استراليا، كان بيحكم المباراه دي الحكم الدولي جيرهام بول، وبعد ربع ساعه من بدايه الشوط الثاني رفع حكم مباراه في وجه اللاعب الكرواتي جوسيب سيمونيتش كارت اصفر، وفي الدقيقه 90 نفس اللاعب ارتكب خطا وكان يستحق عليه الانذار، وبالفعل حكم اللقاء اداله انذار اصفر، يبقى كده انذارين. ولكن الغريب والصدمه كانت للجمهور ان الحكم ما خرجش اللاعب واداله الكارت الاحمر. سيمونيتش يسكت بقى ويهدى كده ويبوس ايده وشه وظهر ان هو ما خرجش، لا بعدها ب3 دقايق عمل برضه خطأ يستحق عليه الانذار. حكم اللقاء بقى قال لك ما بدهاش وقام مطلع له الكارت الاصفر وبعدها الاحمر وطلعه برضه. ودي كانت لقطه غريبه من نوعها ان حكم اللقاء يعطي لاعب واحد 3 انذارات صفر في مباراه واحده. اللقطة الثالثة بقى وهي لقطة معروفة ولقطة غنية عن التعريف، وهي نطحة زين الدين زيدان في مونديال 2006. في الدقيقة 110 وقفت المباراة بعد سقوط مدافع منتخب ايطاليا على الارض. توجه حكم الساحة الى حكم المساعد ودار بينهم حديث قصير كده، وبعد الاعادة التلفزيونية وقرار الحكمين اخرج حكم المباراة الكارت الاحمر لزين الدين زيدان. كل ده الناس مش عارفة في الملعب ايه اللي حصل وايه اللي دار بين اللاعب الايطالي واللاعب الفرنسي. وطبعا الصحافة الأوروبية بعد كده نشرت وكشفت ان اللاعب الإيطالي ومدافع إيطاليا هو اللي سب زين الدين زيدان واستفزه عشان يعمل فيه كده. طبعا ده كان رد الفعل المناسب للاعب زين الدين زيدان. اللقطة الرابعة بقى وهي عضة سواريز في مونديال 2014، من أهم المباريات في 2014 واللي جمعت منتخب أورجواي مع منتخب إيطاليا في الجولة الثالثة من دور المجموعات. في هجمة من هجمات منتخب أورجواي وقت وصول الكرة لمنطقة جزاء إيطاليا، هجم الهجام سواريز على كتف كليني مدافع منتخب ايطاليا، وقع كليني على الارض وطبعا الحكم ما خدش باله، والمباراه خلصت 2-0 لاورجواي وخلاص. وبعد ما المباراه انتهت اصدر الفيفا قرار بوقف سواريز عن اللعب لمده 4 شهور مع المنتخب ومع الانديه، بالاضافه لغرامه 92,000 دولار. وبكده احنا منتظرين بقى ايه اللي هيحصل في مونديال قطر 22. طبعا قبل ما الفيديو يخلص ما تنساش تصلي على النبي وتعمل لايك على الفيديو واشتراك على القناة عشان يوصلك كل جديد مع نجم الكورة. احلى مسا نجوم الكورة، سلام.